السلام عليكم، كيف حالكم؟ في هذا الفيديو سوف نتعرف على غرب 8 أجهزة إلكترونية يابانية. بمرور الزمن وتطور الإنسان ووجود المخترعين المجدين في عملهم، والذين يقدمون حلول عجيبة للمشكلات والمعضلات التي تواجه البشرية. هنا 8 جهازا واختراعا جديد سوافي نتعرف عليهم سويا فاصلة. لكن قبل أن نبدأ اضغطوا على زر أعجبني واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. والآن هيا نبدأ. 1. نظارات كوكيل. هذه النظارة تحتوي على كاميرا وميكروفون وحتى شاشة صغيرة. 2. ميزان، وينقص الميزان مختلفة عن بقية الموازين لأنه يتميز بخاصية التواصل مع الهواتف الذكية وإرسال معلومات غير الوزن مثل نسبة الدهون في الجسم وجودة الهواء فيا لغرفة 3. ديلفي كونيكتي. طريقة ذكية لربط الهاتف الذكي مع السيارة، حيث هذا الجهاز يجعل من الهاتف مفتاح للسيارة وجهاز لمراقبة أشياء مثل تنقل السيارة والصيانة والمطلوبة وحتى الوقود المتبقي في المركبة. 4. سيونسي موذر. هذا الجهاز الصغير يحاكي الأم في تتبعها لأبنائها وكل تصرفاتهم، وبذلك تستخدم البيانات لترسل إنذارا عن أي نشاط غريب أو حتى تطفئ أجهزة إلكترونية من مثل الإنارة والتكييف عند عدم الحاجة لها. 5. تراكدوت، جهاز صغير لمهمة بسيطة ألا وهي تتبع متاعك أثناء سفرك. 6. جاوبون أبي، سوار عصري يتواصل مع الهاتف الذكي كي يعطيه بيانات عن لابسه من نومه وأكله ونشاطاته اليومية. 7. سكايوبل، هذا لجرس آلي إلكتروني يتيح لمالك البيت أن يرى من خلفي ببها حتى واو لو لم يكن في البيت. مأتي 360. مؤتو 360 هي منتج في فئة جديدة من المنتجات الإلكترونية، والتي تمزج ما بين ساعة اليد والهاتف الذكي في آن واحد. هكذا نكون تعرفنا على أغرب 7 أكسسوارات للهواتف والأجهزة اللوحية. أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو، ولن نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اضغط على زر لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. شارك الفيديو مع الأصدقاء. إلى اللقاء.